طبعا بناء على آراء الفوت اللي احنا عملناه، الناس اختاروا ان احنا ندرس كورس الاي اي. فتعالوا كده نبدأ ناخد الكورس ده بتاع الاي اي. تعالوا نشوف الفيديو المقدمة بالنسبة لنا اللي بيشرحه المهندس عمرو هلال اللي هو صاحب مقدم الكورس. الذكاء الاصطناعي هو اختراع العصر. اكثر من 85% من الشركات شايفين ان الذكاء الاصطناعي هو هيكون متخذ القرار الاول في السنين اللي جايه. في خلال دورتنا عن كيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي هنتعلم مع بعض يعني ايه ذكاء اصطناعي، ازاي وامتى اقرر استخدم الاي اي، وايه المشاكل اللي محتمل تواجهها. هنتعلم اهم التولز الاساسيه اللي هتحتاجها في حياتك وفي شغلك بشكل يومي. هنتعلم البروف اوف كونسبتس اللي لازم تاخد بالك منها وتعتبرها لما تيجي تقرر ان انت عايز تستخدم ذكاء اصطناعي في الورك سبيس بتاعك. وكمان هنتعلم ازاي اتكلم اللغه بتاعت الذكاء الاصطناعي، يعني ايه برومبت انجن. كل ده هنتعلمه مع بعض خطوه بخطوه في اي بلاتفورم. طيب سريعا كده نتعرف على الانستراكتور بتاع الكورس ده. هو المهندس عمرو هلال، وهو مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، وسيرتيفايد من ال AWS، وان هو عنده دبلومه في الذكاء الاصطناعي من ال MIT في الولايات المتحده الامريكيه، وان هو فاوندر للكومباني متخصصه في التريننج للبروجرامز بتاعت الذكاء الاصطناعي والداتا ساينس. وهو كمان بيقدم التكنيكال كورسز لوزاره التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وان هو طبعا بيدي تريننج سيشن برضه في الماشين ليرنينج للايجيبشن كابل، وكمان هو بيدي كمان محاضرات أكاديمية في أكتر من 35 جامعة و... زي مثلا الجامعة الأمريكية في مصر، زي جامعة القاهرة، عين شمس، الجامعة الألمانية، الكلام ده كله. فالحلو كمان في الكورس إن أنت عندك وسيلة ذكاء اصطناعي أصلا في الكورسات كلها. ده الحلو في المنصة كلها ككل، يعني مش عشان كورس ذكاء اصطناعي. يعني عمنا مينتو ده لو دوست عليه، ده كده من الآخر كده أهو مينتو اي اي اسيستنت. ده انا اقدر، ده من الاخر كده شات جي بي تي بتاع المنصه التعليميه اللي هي اسمها كيدي. ده لو انا بدرس الكورس وفي حاجه مش فاهمها او حاجه مش عارف افهمها او كده، فبقدر ان انا اسال المنتو ده الاداه دي، وهي مذاكره كل الكورسات اصلا اللي موجوده في المنصه. وبالتالي الكورس اللي انا بدرسه اقدر ان انا اساله اي سؤال يجاوبهوني او يشرحه لي. ممكن يديني اسئله زي اختبارات كده في السريع، عشان خاطر برضو ان انا يتاكد ان انا فاهم. حتى بعد ما اخلص الكورس وعايز ان انا اشتغل حاجه في شغل مثلا فريلانسنج، جاتني مصلحه شغل بتاع حاجات زي كده، اقدر استعين بمنتو برضو. في ميزه كمان عرفتها ان منتو بيديلك اشتراك بتاع الشات جي بي تي بلس لمده سنه فري. فدي حاجه بصراحه روعه. يعني موضوع منتو ده هو احلى ما في الكورسات اصلا في المنصه دي. نبدأ بقى على بركة الله. طبعا أنا عارف التصوير مش أحسن حاجة، سيء شوية. دي السيشن الأولى أهي، هنبدأها introduction لل AI. دي السيشن الأولى نبدأها مع بعض. طبعا أكيد مش هصور السيشن كلها يعني، بس احنا إيه، الصور بتاعتي هي دي السيشن الأولى أهي. طبعا احنا إيه، مش أكيد مش هشغل 47 دقيقة يعني. بس انا سريعا اسمي كده عمرو هلال. نعرف ان شاء المدى. الله هكون معاكم في كورس عن الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. هتكلم معاكم عن تفاصيل الارتفيشال انتليجنس، البدايه بتاعته عباره عن ايه، الانواع بتاعته المختلفه، ازاي اقدر استغله. والكورس ده هيكون سبيسيفيكلي معمول بفكره النو كود اي اي. نو كود اي اي مقصود بيه انه انا مش محتاج ان انت تكون شخص تكنيكال، تكون خريج هندسه او تكون في كمبيوتر ساينس او اي حاجه عشان تفهم الكورس ده. الكورس ده بيستخدم لكل الناس. اي حد عايز يستخدم الاي اي عشان ينكريز البرودكتيفيتي بتاعته، يقدر يتواصل مع الذكاء الاصطناعي بشكل افضل، يقدر يستغل البوتنشال باور اللي موجوده عند الذكاء الاصطناعي من ناحيه الادوات اللي موجوده، من ناحيه فهم الانواع المختلفه للذكاء الاصطناعي. الكورس ده هيكون فيه جزء تكنيكال بسيط، يعني مش هيكون متطلب منك قوي ان انت يكون عندك اي بري ريكوزيتس. ان شاء الله هنحاول نمشي في الموضوع ده خطوه خطوه وببساطه، بحيث ان هو يكون يعني مفهوم ومهضوم لكل الناس. خليني اعرفكم بيا الاول سريعا. انا اسمي عمرو هلال. عندي بعض المؤسسات التدريبيه اللي بتقدم كورسز في الارتفيشال انتليجنس والداتا ساينس والداتا اناليسيز، ومحاضر في جامعه MSA في الماشين ليرنينج، ومحاضر في رئاسه مجلس الوزراء بقدم برضو كورسات في الماشين ليرنينج او تعلم الاله، ومحاضر على اكتر من بلاتفورم بقدم برضو كورسز في الماشين ليرنينج، وايضا تكنيكال بروفايدر لوزاره الاتصالات المصريه في مبادره رواد مصر الرقميه، الشركه
بنقدم الكورسز بتاعه الاي اي والداتا ساينس والداتا انجينيرنج. وانا سينيور اي اي انجينير شغال كانستراكتور وكونتنت كريتور. بقالي دلوقتي طبعا في مجال الذكاء الاصطناعي بقالي دلوقتي اكتر من 5 سنين، داخل في السنه السادسه في مجال التدريب. فان شاء الله مع بعض خلال فتره الكورس نقدر نوصل لاعلى مستوى ممكن. طيب بعد ما عرفتكم بيا ببساطه، خلينا كده نعمل بس شير سكرين للبرزنتيشن. النهارده الموضوع مش هيكون معقد، مش هيكون فيه تفاصيل كتيره. كل اللي هيكون في الامر النهارده هو تبسيط لبعض المفاهيم اللي احنا هنتكلم عنها ثرو اوت الكورس او ثرو اوت الدبلومه البسيطه. بس كده نهايه المقدمه، وبعد كده هخلص الفيديو الاول واجي ايه اشارككم انا استفدت ايه. تابعوني عشان نتابع الكورس كله. هو تقريبا 11 سيشن، يعني كل فيديو هعمله حوالي 5-6 دقايق باذن الله. ربنا يوفقكم.